اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب ينول اعجابكم. النهارده رايحين فين؟ لابسين وخارجين، رايحين عند اختي. رايحين فين يا اياد؟ عند خالته. تمام، فيا رب عقبال ما تشوفوا اولادكم كلهم يا رب كده في احسن حال. ابن اختي كان بيدرس طب في روسيا ونزل اجازه بعد 6 سنين، فطبعا انا كنت مشغوله في الفرح، فما الفرصه ما اتاحتش ان انا اروح واسلم عليه. فالنهارده باذن الله رايحين انا واولادي، هنقضي يومين حلوين مع بعضينا، فخليكم معايا وتابعوا شوفوا احنا هنعمل ايه هناك. Abuel, abuel. هنا كنا خلاص بقى وصلنا على البيت. عفوا، هنا خلاص كنا وصلنا على البيت، ولكن اختي بتستقبل لنا بالاصناف الحلوه والاكل الحلو اللي نفسنا فيه. والله انا ما قلت لها، بس الصدفه كان نفسي في المحشي وهي كانت عامله. فهنا وصلت كانت لسه بتحشي. تمام، محشي ايه؟ ورق عنب وبتنجان وفلفل وبط، وهتشوفوا معايا دلوقتي ايه كمان. تمام، هنا طبعا هي كانت بتحشي، فوقفت حكيت معاهم وسلمت طبعا عليهم، واللي هو سلام من نوع خاص. يعني 6 سنين انا ما شفتش ابن اختي، ويعتبر انا اللي مربياه، فاللي هو كانت احاسيس حلوه واحاسيس متداخله، وكان كويس اصلا ان انا قدرت اصبر كده ما اروحش. تمام، هنا ورق العنب كان خلص اهو، بسم الله ما شاء الله عليه، زي الفل، الله اكبر عليه. غيرت لبسي وقعدت بقى، بدأت أشارك أختي الأكل ونخلص مع بعض، وضحك وهزار، والأولاد مبسوطين جدا جدا جدا. واللي هو خلاص خلصت الفرح، وقلت لأ أطلع بقى من دوشة الفرح ومن التعب ومن الهلكة اللي أنا فيها دي لحاجة كده. تمام أهو، هنا ورق العنب كان استوى خلاص، أختها تسقيه الشوربة بتاعته. وهنا كانت عندها أمر الدين ده، شايلاه من رمضان، كانت شايلة كل حاجة رمضان لابنها، فهتشاركوا معاك وهتعملوا مهلبية لابنها. تمام، احنا بنحب مهلبية قمر الدين بس اهو. وهنا الملوخية كانت اتعملت، هي حلوة خالص ما شاء الله عليها. ادي طشة الملوخية. كانت عاملة لنا ورق عنب وملوخية وبتنجان وفلفل وبط ومهلبية قمر الدين، وتمام وزي الفل. ويوم كان لذيذ ويوم كان حلو خالص، ويا رب كده دايما عقبال عندكم جميعا، تشوفوا ولادكم يا رب في احسن حال اهو. هنا طبعا كانت اختي عامله التوم بالكزبره علشان تعمل طشه الملوخيه، واحسن واحده بتعمل ملوخيه بتكون اختي. تمام، تعملها حلو خالص وطعمها بيكون لذيذ وجميل خالص اهو. هنا بدأت تطش بقى التوم على الملوخيه، تحفه بجد وروعه، ولون الملوخية حلو خالص، الله أكبر. دي طبعا ملوخية بلدي حلوة خالص، هي غسلاها ومجرطفاها وخرطاها، وزي ما انتوا عارفين زي الفل. تمام، ايه رأيكم؟ اهو هنا ورق العنب بقى على النار بيتبقبق، خلاص كان باقيله شوية وايه ويهدى.
وخلاص هنسيبه شوية. هنا خلاص بقى كان الأكل خلاص على تشاطيب، فخلاص بقى نشوف اللي استوى اللي مستواش، ونعمل تيست وتقييم للأكل. طبعا أحلى تيست وأحلى تقييم وأحلى أكل وأحلى واحدة تعمل حبة ملوخية في الدنيا. تمام. قلنا خلاص التركية اللي باقي الورق العنب دي أختي هتحضر فيها المهلبية. تمام. هنا هنضيف لها السكر بس مش كتير، احنا مش بنحب السكر كتير في الحلويات، فلازم نحس بمزازة المهلبية، وقمر الدين بيكون فيه أصلا نسبة سكر. تمام. فضفنا شوية كده وخلاص، وهتعمل له ايه؟ النشا. الكمية دي أخدت 6 معالق نشا يا حبايبي. اهو تبدأ بقى تقلب فيه كده، لازم ايد تصب وايد تقلب زي ما انتوا عارفين علشان النشا ما يكلكعش معايا. اهو هتبقى نسيبها بقى تغلي شوية بعد ما ضفنا النشا، وخلاص هتبدأ إن هي تصبها. يا ريت يا حبيبي ما ننساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس فضلا وليس أمرا. تمام. هنا كنا خلاويص، المهلبية خلصت. سامعين صوت الديك؟ انتوا معلش بقى يا حبايبي، بعتذر عن الأصوات دي عشان انتوا دايما عارفين صوت الريف. دي احنا في ريف، ودي الأصوات بتاعتنا اللي هي الطيور والبط والوز والكلام ده. عكس المدن بقى، المدن بتكون عربيات ودوشة والقطارات وكده يعني. هنا بقى بدأت تصب المهلبية، وبنتي هعمل يا خالته، هساعد يا خالته، وقف يا خالته تمسك الصينية. طبعا هي شركتها قبل كده فيديوهات فانتوا عارفينها. اهو هنا تبدأ بقى تخلص كمية المهلبية كلها مرارا وتكرارا. اهو هنا بدأت بقى إن هي تخلص الكوبايات دي هي بتاعت المهلبية. وبعد كده خلاص كان حان وقت الأكل، ورق العنب كان استوى وتمام، وبيقولوا كلوني كلوني. فخلاص بقى بدأت إن هي تغرف الأكل بتاعنا، بس حبت إن هي من الأول إذا كانت المهلبية خلاص إن هي تغرفها. أهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ورق العنب ما شاء الله عليه ولا قوة إلا بالله. بتبدأ إن هي تقلبه في الصينية، وشوفوا الحلويات وشوفوا الجمال، وشوفوا قطع اللحمة اللي دايبة تحت ورق العنب زي العسل. يا رب تسلم ايديها وعينيها، ويا رب دايما كده تشوف ابنها في احسن حال. شايفين الحلة مش لازق فيها ولا محروقة ولا شايطة ولا اي حاجة. طبعا لما نقول محشي كويس وملوخية كويسة يبقى نقول ايه؟ قناة هناكل ايه على طول. يا رب يديها الصحة يا رب ويفرحها بولادها. شايفين اللحمة؟ تحفة تحفة تحفة. اللحمة دايبة خالص ومستوية على الآخر. ادي اللحمة ورق العنب وادي البط ما شاء الله عليه ولا قوة الا بالله زي الفل، وملوخية ومهلبية قمر الدين، واكلنا وسهرنا واتبسطنا وكده تمام. وان شاء الله اشارككم فيديوهات تاني هناك باذن الله، ويومين حلوين يا رب يعجبوكم. وده اللي انا عملته في يومي النهارده، وده اللي حبيت اشارككم عند اختي. ويا رب دايما متجمعين في الخير، ويا رب دايما مع بعضنا في الخير يا رب، اللهم امين. والف حمد لله على سلامتك يا دكتور، ويا رب دايما كده نشوفك في احسن حال يا رب، اللهم امين يا رب. ومن نجاح لنجاح ومن تفوق لتفوق، واولادكم جميعا، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.